العربية نيوز، عنوان الحقيقة. ايه رأيك بقى في مجلس الشعب الحالي؟ والله الصراحة أنا مش بتابعه قوي يعني هو يبقى الحال زي ما هو عليه. والله يعني هو الأداء أنا عن نفسي الأداء مش عاجبني. يعني مش عايز أقول إن ده مش مجلس شعب. يعني ما فيش حاجة اتغيرت، الحاجة كل مدى في الغلو. والله مجلس الشعب للأسف ما كانش على مستوى مسؤولية الثورتين العظيمتين اللي حصلت في مصر، ثورة يناير وثورة 30 يونيو. حضرتك شايف ان مجلس الشعب الحالي بيمثل المواطن خير تمثيل؟ لا للاسف هو ما بيمثلش المواطن. لا ما بيمثلش المواطن المصري خالص. مش شايفة. بقول لحضرتك لا تعليق، يعني احنا مش حاسين بان في مجلس شعب اساسا. هل بعد الثورتين بقى 25 و30 يونيو كنت منتظر مجلس الشعب يجي بالمنظر ده؟ لا. بس هو دي النتيجة الطبيعية، عشان برضه احنا عملنا ثورتين واحنا مشينا الناس اللي فوق، بس الناس زي ما هي من تحت. هم دول المفروض لو جايين بالانتخابات صحيح فهم هيكونوا ممثلين لينا. هم فعلا هم انعكاس للناس، حتى لو هم سيئين وحالتهم سيئة بس هم انعكاس للحالة. بكل اسف يعني لما تيجي تلاقي قايمة نجحت وهم 50 عضو ينجحوا ب 30,000 صوت، ده كلام مش معقول، ده كلام مش منطقي اطلاقا. يعني كل عضو نجح ب 1500 صوت تقريبا، يعني لا مش هو ده اللي بيمثل الشعب.